اهلا بيكم. انا مصطفى الصياد، 19 سنه، كريتيف دايركتور اند سي او اوف هانتر زي. الاسك بتاعنا هو 1.2 مليون. احنا المشكله اللي كانت بتواجهنا ان مفيش برينترز 3 دي كافيه في مصر تكون بجوده عاليه ومنافسه للمستورد المصري ونبدله. احنا بنحاول ان احنا نوصل منتج اجنبي جوه مصر، فبالتالي بنحاول ان احنا نطلع المنتج ده باعلى جوده ويكون ريسايكلد من علب الالومنيوم. ده غير ان احنا بنريسايكل البلاستيك نفسه ونحوله لفيلمنت نستعمله، فبالتالي بنقلل من البلاستيك ويست والالومنيوم ويست. ده كان السوليوشن بتاعنا، غير ان احنا كمان بنوفر للعملاء بتوعنا ان احنا نريسايكل البلاستيك بتاعهم ونديهم بلاستيك فيلمنت يستعملوه في طبعاتنا فور فري. بالنسبه للسوق، فهو السوق العالمي السوق عالمي كبير، وصل 14 مليار دولار، لكن السوق المصري هيوصل لحوالي 30 مليون دولار في 2034. في الشرق الاوسط ان شاء الله ناويين احنا نصدر فيه هيوصل ل 5.3 مليون. بالنسبه للبرنتر بتاعتنا فكان في منها 3 فيرجنز او 3 موديلز. اول موديل اتعمل من 7 سنين، ثاني موديل اتعمل حوالي من سنه، واخر موديل اللي هو معانا النهارده وان شاء الله هيبقى برودكت، هو الفاينل برودكت بتاعنا، هو جاهز ان هو ينزل السوق، فاضل فيه بعض الحاجات البسيطه جدا. اللي بيميزنا عن المنافس مميزات كتيره جدا بغض النظر عن السعر. السعر بتاعنا هو 38000 جنيه مقابل المنافس المستورد 110000 جنيه، مقابل المصنع المحلي اللي بينافس المستورد 60000 جنيه، مقابل المنتجات المصنعه محليا تبدا من 8 ل 14000 جنيه. اللي بيميزنا كذا حاجه اساسيه، اولهم ان احنا كل حاجه تقريبا ريسايكلد، بنحاول نعمل ده. تاني حاجه ان احنا عندنا حاجه تكنولوجيا ما نزلتش السوق قبل كده، وهي الباور لوس سيستم مش باور ريكفري. يعني ايه باور لوس سيستم؟ يعني اول ما الكهرباء تقطع مش محتاجين حد ان هو يروح يشغل برينتر من تاني، لا، البرينترز نفسها فيها باور ريكفري سيستم، وده هينزل في كل طبعاتنا بلا استثناء، بس بينزل بشروط معينه. الطبعه نفسها فيها باور ريكفري سيستم يشغلها لمده 5 دقائق فقط، بس بيجي معاها اكسترنال باور سيستم يشغلها لمده اسبوع كامل من غير كهرباء. ده غير ان هو كمان بيجي معاه التشارجنج ستيشن، ودي بتتيح للمستخدم ان هو يشحن البطاريات دي عن طريق الطاقه الشمسيه. بالتالي احنا بنوفر وبنساعد البيئه كمان، وكمان بنسهل على المستخدم ان هو مش محتاج يشغل الطبعه كل شويه، بالعكس شغله عمره ما هيقف. مساحه طبعتنا طبعا اكبر من باقي المنافسين، ده غير ان سرعتنا بتوصل لحد 1000 ملم بير سكند ومنافس 600، والاكشوال برينتنج سبيد بتاعتنا هي 700 ملم بير سكند. احنا هنكسب فلوس ازاي؟ اولا من بيع الطبعه نفسها، ثانيا من بيع الفيرم وير اللي ان شاء الله شغالين عليه دلوقتي، ثالثا من بيع الكنترول بورد، واخر حاجه بنبيع الفيلمنت نفسه، وبنريسايكل البلاستيك، وبنبيع كمان حاجات برينتد. تمام. بالنسبه للاسك بتاعنا فهو 1,200,000 جنيه. العائد المادي بتاعنا هيبقى 2,700,000 جنيه، 2,700,000 جنيه في سنه، والنت بروفيت بتاعنا 1,600,000 جنيه في سنه، والإبدا بتاعتنا هي 2,100,000 جنيه في خلال سنه برضو. البريك ايفن بتاعنا هيبقى في خلال شهر واحد ب 250,000 جنيه عائد لينا، هيعوض اللي صرفناه في خلال شهر على الار ان دي. احنا مصاريفنا الشهريه 5 عشان تبريك ايفن في شهر. احنا البرينتر الواحده بنكسب فيها 18,000 جنيه تقريبا. لا، بتصنع في وقت قد ايه التصنيع؟ يوم ونص. يوم ونص البرينتر بتكون كامله. التيم بتاعي دلوقتي اسامه محمد، اتفضل، وفارس نجاح. هو الحقيقه يعني شايف ان فكره اللي هو ان انت يبقى عندك ماركتنج بوينت او سيلينج بوينت، يعني اللي هي متعلقه بفكره ان هو ريسايكلد، مش قويه قوي. ليه؟ لان اصلا يعني كميه الماشينز اللي انت هتصنعها ما it doesn't outweigh فكره ان انا اعمل ريسايكلينج. يعني ده الكلام ده للحاجات الماس برودكشن الكبيره. عشان كده مش مركز فيها دلوقتي، انا مركز دلوقتي في اني انافس واوطن المنتج ده بدل ما اجيبه من بره. طب ما انا عندي بديل مصري واحسن من اللي موجود بره. هو انت عشان كده اهم سيلينج بوينت بتاعتك هي فكره ان هو سعره رخيص. الكفاءه طبعا دي لازم تعمل عليها ايفيدنس كبير. تاني حاجه فكره الريسايكل بلاستيك كمان يعني عليها اسئله شويه. لا، انا عايز اعرف بس، انت كل المواصفات اللي انت قلتها جربتها؟ يعني هل الماشين دي بتحقق كل المواصفات؟ انا فاهم لسه في حاجات في الريسايكل ولسه في حاجات في الماتيريال، بس الطباعه والوايرلس وانها بتشتغل لوحدها كل الكلام ده جربت لو حابين. وحاجه كمان بالنسبه لفكره الاي اي وفكره الباتري سيستم، احنا من زمان اصلا كنا حابين ان احنا نصنع الباتريز هنا، فاحنا عندنا النو هاو، زائد ان احنا شغالين فعلا، انا شغال على الديزاين بتاع الباتري باك، وازاي هنعمل السيستم ده، وازاي اما الكهرباء تقطع ما ياخدش ديلي ويشتغل في ثانيه. وبناء عليه يا استاذه ميرنا، انا بصراحه شايفه انها فكره اتعملت كتير قوي. ماركت از فيري ساتوريتد. شايفه ان انتم ممكن تستثمروا افكاركم دي مور اون قصه الباتري، ما عرفناش نتدخلها، بس ده هتبقى مثلا برودكت لاين هيساعد في حاجات كتير اكتر من ال 3 دي برينتر، ويبقى تصنيع محلي. انا اوت. سامح.
يعني انا شايف ان هو الريبليسمنت بتاع اي منتج جاي من بره، وان انت بتسد احتياج معين من العمله الصعبه ممكن يكون واعد، وانا شايف ان انا ب 200,000. هاني. انا يعني شايف الماركت بوتنشال، وحته كمان ال 3 دي برينترز في كتير ابتدى يعمل لها يعني كونسوليديشن او تجميع محلي. لو قدرتوا توصلوا ان انتوا تعملوا الفيلمنت وتقدروا توفروه في الماركت فيه نيد كبير على ده، انا ب 300,000. حلو. هبه. انا شايفه ان انتم مشتتين نفسكم في حاجات كتيره جدا ومش مركزين، ولا وريتونا سامبل، يعني ما وريتوناش نموذج لحاجه مطبوعه ب 3 دي برينتد عشان خاطر نعرف الجوده بتاعتكم شكلها عامله ازاي. فيعني ركزوا على حاجه واحده، ريسايكلينج اوف ذا فيلمنت، ماشي ان انتوا تعملوا اعاده تدوير للفيلمنت المستخدم، بس غير كده شايفه ان انتوا قدامكم وقت طويل عشان تظبطوا البيزنس موديل بتاعكم، فانا اوت. شلبي. لا، انا طالما منتج هيستبدل منتج مستورد وبتكلفه اقل وفي بوتنشال، هو ابتدى بس عنده بوتنشال من خلال الريسايكلينج، من خلال اضافات كتيره، ب 300,000. يبقى تعالوا بقى معايا بقى كده انتوا التلاته، بصوا 800. بصوا للكاميرا الحلوه دي ونقول لكم الف الف مبروك فريق هانترز جامعه MSA، 800,000 جنيه دعم من جين زي. مبروك. مبروك يا حبيبي.